مستوى ممتاز. نفط الوسط ما استمتعنا كثير، يعني 29 دقيقة مرت. اعتقد مباراة متوسطة المستوى. اكيد غياب الجماهير يأثر كثير، يعني بسبب الأحداث في مباراة زاخو. نتمنى على جماهيرنا في أربيل تكون هاي آخر عقوبة لهذا الجمهور، شجع فريقه، يهدأ، يبتعد عن هذه الأمور. كردغلي سوري، هدف أول للعندليب، هدف أول للعندليب بيسارية أرضية نفطية في شباك أربيلية، بنظرة من المدرب السوري محروس خالد كردغلي، لاعب تشرين السوري السابق، في هدف أول للعندليب. واحدة من الكرات الجميلة، هدف أول للعندليب. لكن شوف الله، مراد قشرها وحضرها ويسارية، الله، بتهديف صحيح وعلى الزاوية البعيدة، صعبة على حسين علي عن طريق السوري كردغلي، بهدف أول لعندليب الفرات. الدقيقة 30 من عمر المباراة يعني تشهد أول هدف لعندليب الفرات. راجع الكرة لديدار، أحمد بن عمار لحسن داخل، كرة لليمين، حسين فلاح، عملية تمرير، حسين يلعب الكرة، محاولة داخل منطقة الجزاء، ثاني للعندليب، ثاني لنفط الوسط. ما يحتفل لأن سبق اللاعب لأربيل. حلوة لحسين عبد الواحد، ثاني الأهداف لنفط الوسط برأسية جميلة من حسين عبد الواحد. حسين عبد الواحد ثالث أهدافه، سجل على الشرطة وسجل على الكهرباء ويسجل الآن برأسية جميلة. الله الله الله، من حسين فلاح إلى حسين عبد الواحد، واثنينهم يعني من البصرة من الجنوب، اثنينهم لعبوا للميناء، دائما ما يعني معا في كل نادي. حسين عبد الواحد، وثاني الأهداف للعندليب عن طريق حسين عبد الواحد.